سلام، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كيما راكم تشوفوا كيما العاده فيديو جديد ووصفه جديده. رايحه ندير لكم وصفه حلوه وحاره، ماشي حلوه ومالحه، هذه حلوه وحاره. على بالي كاين بزاف اللي ما يعرفوش هذه الوصفه. بيان سور اللي يعرفها يخلي لي تعليق ويقول لي بلي كان يعرفها ديجا، وخليوا لي رايكم فيها. وقبل ما نبداو ما تنسوش ديروا جيم وبارطاجيو الفيديو باش كامل يوليو يعرفوا هاد الوصفه وكامل يستفيدوا عليها، باسكو على بالي راهي رايحه تعجبكم بالبزاف وتولي لكم ادمان. ما نطولش عليكم ونروحوا ديريكت نديروا الوصفه تاعنا ونعطيكم مقادير ولي زيتاب. شوفوا باش تنجحوا فيها، شوفوا هاد الوصفه سهله وما عندهاش بزاف مكونات والنتيجه تاعها بزاف هايله. كما راكم تشوفوا هنايا المكون الرئيسي والاساسي اللي هو الفلفل، هذا هو المكون الرئيسي تاع الوصفه تاعنا. كما راكم تشوفوا عندي هنا خليط بين فلفل حلو والفلفل الحار. دونك هنا شوفوا عندكم حاجه على حساب نتوما كيفاش تحبوا يكون لا جولي تاعكم، المعجون تاعكم حار. انا هنا بهاد المقادير يجي شويه حار، دونك نتوما الا ما حبيتوش بزاف هذاك الحار يجي شويه ابان بيكون، نقصوا من الفلفل الحار فوالا وعوضوه بالفلفل حلو. فهمتوا؟ وهنا عندكم تاني حاجه الفلفل الحلو، تقدروا تستعملوا هذا وتقدروا تستعملوا تاع الالوان الاصفر الاحمر، يعني لكم الاختيار. مي لا باز هذه هي. انا هنايا درت كلش قيس 350 غرام، يعني مور ما قطعتهم وزنتهم، يعني بين الحلو والحار درت 350. دونك نتوما الا ما حبيتوش يكون بزاف حار ديروا 300 غرام يكون فلفل الحلو و50 غرام هذاك الحار، يعني باش ما يجيكمش حار بزاف. شوفوا راني هضرت بزاف، نورمالمون تكونوا فهمتوا. نقصوا من الكميه تاع الحار وعوضوها بالفلفل الحلو. هذه المرحله الاولى نورمالمون راكم فهمتوها. نجو المرحله الثانيه، لازم الفلفل تاعكم بيان سور تغسلوه تنقيوه، من بعد كي تجوا تقطعوه تنحيوا له الزريعه هذيك اللي من الداخل وتقطعوه بهذه الطريقه. شوفوا هنا بالنسبه للفلفل الحلو نورمال تقطعوا بيديكم، مي الا درتوه في الحار فلفل الحار نصيحه غير لبسوا ليغون باسكو يديكم يولوا حارين والحاجه اللي توشيوها تجي حاره. الوغ ما ديروش كيما درت انا، ديروا ليغون في يديكم. بون نزيد نعطيكم استيوز، ويلا درتو كيما درت انا ما عليكم غير تغسلوا بعدا يديكم في الحليب هكذا باش تروح لكم هذاك الحار من يديكم. انا نقول لكم صح، هاد العفسه علمها لي بابا ربي يحفظه. شوفوا لا ديمونستراسيون تاعو بالفوق، هو كي يديروا بليغون. ما قلت لكمش انا هاد الوصفه بابا اللي علمها لي، وهو قراف يموت على هذا المعجون، يضل يديروا كيما راكم تشوفوا ويقول لكم انا اللي نديرو وحدي. ايا نكملوا دوكا الوصفه تاعنا. عندنا هنايا 180 غرام تاع السكر، 150 غرام تاع الخل، عندي 7 غرام تاع لا بيكتين ونص حبه قارص، يعني ندير عصير تاعها. الوغ نجيب لك الفلفل هذاك اللي كنت قطعته، قلت لكم تقطعوه بطريقه عشوائيه ما يهمش، على خاطرش من بعد نرحيوه كيما راكم تشوفوا درتو في اشواق وهكذا راني رحيته كامل. من بعد نديرو هكذا في قدره اللي راني رايحه نطيب فيها، ولازم تكون غامقه، يعني لا كونتيتي اللي ديروها تحطوها في القدر لازم تكون غامقه، على خاطرش هذا من بعد كي يكون يغلي شغل يدير الرغوه وكامل شغل يفيض. دونك باش تيفيتيو يفيض لكم ديروا في حاجه غامقه. الوغ كيما راكم تشوفوا نحطو كامل هكذا ونزيد عليه المكونات الاخرين، نزيد عليه السكر مع الخل، نحط كلش هكذا بارد في بارد ونخلطهم مليح. من بعد نحطهم يطيبوا كيما راكم تشوفوا هكذا على نار تكون متوسطه. دوك انا غطيته ونخليه حتى يغلي، غير يرفد الغليه كيما يقولوا، غير يرفد الغليه. نحسب عليه من بعد 15 دقيقه باش من بعد نكملوا المرحله الاخيره تاع هاد لا جولي ولا المعجون. هنا دوكا كيما راكم تشوفوا راهي جازت ربع ساعه على المعجون تاعنا وهو يطيب. دونك راني حليت عليه وجبت هنا لا بيكتين اللي قلنا عليها، زدت عليها ملعقه كبيره تاع السكر نخلطها. هذه ما نزيدوهاش على ضربه باش ما دير لناش حبيبات في لا جولي تاعنا. دونك مازال لا جولي تاعي فوق الفرنو، مازالها على النار. زدت عليها هكذا هذيك لا بيكتين مخلطه بالسكر ونخلط هكذا مليح مليح باش قلت لكم ما ديرليش الحبيبات. نعاود نغطي عليه ونخليه يطيب 5 دقائق واحده اخرى. من بعد هاولك مور ما طاب نجي نصفيه بهذه الطريقه. نجوزو كامل هكذا في الصفايه وهو سخون. هاولك نعبز عليه باش يخرج مليح هذاك لو جو. هذه هي الطريقه اللي نصفيو بها
لا جولي تاعنا ولا المعجون تاعنا كما يقولوا. من بعد هنايا مور ما صفيتوه نعصر عليه نص حبه قارص. انا هنايا راح لي المقطع، مي نتوما هنايا اللي تعصروا عليه نص حبه قارص. من بعد انا هنايا عندكم حاجه تحبوا تخليوه هكذا باللون هذا تاعو يعني طبيعي، ولا تحبوا تديروا له ملون. انا هنايا درت له ملون احمر، نتوما اللي درتوا فلفل احمر ولا صفر تقدروا تخليوه كيما راه. شوفوا بالنسبه للملون تقدروا ديروا هذا ليكيد ولا اللي يكون بودر. فوالا تخلطوه مليح وتحطوه من بعد في علب يكونوا معقمه. وريت لكم طريقه تاع تعقيم هاد العلب اللي نحطوا فيهم المعجون في وصفه اللي درنا فيها المعجون تاع التفاح، نخليكم رابطها في صندوق الوصف. هنا دوكا نزيد نوري لكم. شوفوا هذا اللي كان داروا بابا كما شفتوا، كنت وريت لكم شويه مقطع تاعها. هاي لك هنايا هو هذا لونه بالاحمر، شوفوا كيفاش جا، ودرنا له هنايا الملون بودره ماشي ليكيد. هنا شوفوا اللي يحب يعني هنا لكم الاختيار، اللي يحب يخليه هكذاك بلا ما يصفيه. انا هنايا باش نوريه لكم كيفاش يجي بلا ما تصفيوه، هاولا كيفاش يكون. وكما قلنا نديروه هكذا في لي بواط اللي يكونوا ديجا معقمين ستيريليزي. قلت لكم حطيت لكم ديجا في فيديو من قبل تاع معجون التفاح كيفاش تعقموهم، تديروهم في لي بواط وتخليوه يبرد مليح مليح باش من بعد تستعملوه بصحتكم. دوك نوري لكم نتيجه نهائيه. وشوفوا بزاف هايل، غير جربوه ما راكمش رايحين تندموا عليه. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، تبارطاجيوها لو ماكسيموم باش كامل يستفيدوا منها. اي بيان سور لي يشوف لا شين تاعي بور لا بروميير فوا يدير ابوني. ما تنساوش عفوا تخليوا لي رايكم في التعليقات في الوصفه تاع اليوم. تلاقاو في فيديو اخر ووصفه واحده اخرى ان شاء الله. سلام.